أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، أصدقائي صديقاتي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. سأقوم بتسجيل حوار مع جدتي البالغة من العمر 80 عام من مواليد عام 1936. سأقوم بسؤالها حول وجهة نظرها كمواطنة فلسطينية حول توجه وفد من السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلا بسيادة الرئيس محمود عباس للتعزية في موت الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون بيرس. ستي، كيف الحال؟ الله يسلم حالك. تمام؟ تمام. امبارح مات شمعون بيرس، الله يهجه. اليوم ابو مازن طلع يعزي فيه. الله عقبال راسه. شو بتقولي له؟ لا ليش يروح يعزي فيه؟ لو انك ومات بيعزوا فيه بيجوا بيعزوا فيه اسرائيل. ايوه قولي له. طب ليش هالكبوك هذا؟ والله هذا خوف خوف يا بني، خوف بخافوا هذول. قدم طلب لبنيامين نتنياهو انه يسمح له هو تو وفد من السلطه يطلعوا، لسه قدم طلب. عليه فوق عليه وعلى حيته. شو بتقولي؟ طلبت انهم يحكوا معاهم. هم بيطلبوا مننا اذا نحكي معاهم ونعزيهم. انت كمواطنه فلسطينيه شو بتقولي؟ هذه سقاطه وخوف ونذاله. مات هاي اللي بموت راسنا. حدا بيجي يعزينا منهم؟ واحد من اليهودي بيجي بيعزي؟ بس هذا تشله خوف، كثر ما بيفهموا تشلياتهم اللي بروحوا عليهم وبقولوا لهم هيك. يا شيخ يا ابن الشيخ شو قال يا شيخ يا ابن الشيخ عتيرتي كعد؟ يا تشايد اليهود وانت السعولد، مش شايدين حدا انتوا، والله ما انتوا شايدين حدا، شايدين بعض شمل بعض. بس ليش تروحوا عليهم؟ ليش؟ ان شاء الله كلهم بموتوا. الموت انتوا بيجي اليهود والله ما بيجوا. هاي مات ابو عمار، اجا هاي مات الشباب اللي ماتوا، اجوا عزوه. هذول اقتلني وبيجي عزي فيك. مش بس هيك، هم السلطه راحوا زاروا قبور الشهداء وقرأوا الفاتحه للشهداء؟ لا ما راحوا. هاي بدهم يطلعوا يقرأوا الفاتحه لشمعون بيرس. هالكيف؟ هالكيف والله. يي الله يسترهم بيستحوش والله يا ستي ما بيستحوا. هذول تعاسوا عربنا، ما هي خلصت امرها. وفي وفد من الدول العربيه، زعم الدول العربيه برضه جايين يقرأوا له الفاتحه لشمعون. بحياة النبي والله العظيم بيستحوش الله يسترهم عربنا كلها. احنا موضوعنا في السلطة، انت كمواطنة فلسطينية راضيان عن هذا الحكي؟ لا هذه سقاطة ونذالة. يعني لا ليش حكيت مات إلنا بيجوا إسرائيل علينا؟ والله ما بيجوا. ليش انتوا هذا تركبوا كلهم هذا؟ ليش؟ هذه نذالة. والسلام عليكم. والسلام عليكم، مع السلامة.